لو بتروح لدكتور الاسنان ومش عارف الفرق بين تبييض الاسنان وتنظيف الجير، ركز معايا في الفيديو ده 20 ثانيه وهتفهم الموضوع على طول. تنظيف الاسنان او السكيلنج هي عمليه بنشيل فيها الجير وطبقه البلاك، اللي هي الطبقه اللي بتكون موجوده على الاسنان، اللي هي الترسبات نتيجه الاكل والشرب وعدم غسيل الاسنان، وبنرجع الاسنان لنظافتها الطبيعيه بس من غير ما بنغير لون الاسنان. وفي بعض العيادات بيقول لك احنا هنعمل تنظيف جير وتلميع، فده حاجه والتبييض حاجه ثانيه. التبييض بنستخدم مواد كيميائيه طبيه بتخش جوه طبقه المينا وتبدا تاخد التصبغات اللي بتكون موجوده على طبقه المينا وتبدا تكسرها وتفتتها، وبتخلي لون المينا دي يفتح درجه او درجتين او ممكن 3 درجات، وده بيعتبر على اساس احتياج المريض. الخلاصه التنظيف صحه ونظافه، لكن التبييض هي لون افتح. ولو بتفكر بقى تعمل تبييض، نصيحه مني ان انت رقم 1 تعمل تنظيف جير اولا وتلميع، ثم بعد كده رقم 2 اعمل تبييض، وهتوصل لاحسن نتيجه. وبكده اعتقد ان انت تكون فاهم الفرق ما بينهم، واستناني الفيديو الجاي وهتفهم كل يوم معلومه جديده عن الاسنان. والسلام عليكم.